انا كنت متزوجه، انا من اشمون، اسمي فتحيه مصطفى علي احمد ابو علفه. وكنت متجوزه معايا واد وبنت كبار، وجيت اتطلقت من جوزي، اتجوزت واحد في شبين. قعدت 10 سنين مع جوزي الاولاني دوت، قعدت 10 سنين متطلقه. كنت شغاله ممرضه وعايشه حياه كويسه ومش ناقصنا اي حاجه خالص. فجاه واحده جت ولدت عندنا، قالت لي في واحد كويس ومبسوط والحياه تبقى كويسه يعني. قلت لها انا رافضه موضوع الجواز ده اصلا. ثانيه واحده يعني انا رافضه موضوع الجواز، فعلا كنت رافضه الجواز خالص، لان كنت عايشه حياه حلوه مش محتاجه ولا الرجاله ولا اي حاجه. قالت لي شوفي ومش هتخسري حاجه. المهم كلمني في التليفون وجي شفته وكلمني، قلت له انا معايا عيال. قال لي عيالك مش هخليهم ناقصهم حاجه، ابنك ده لما يفكر يتجوز هجهزه، بنتك هجهزها. طب انت هتجيب لي وتعمل لي ايه؟ قال لي بص انا مش هجيب لك ده دلوقتي. ده اللي حصل فعلا، انا فلوسي كلها متنطوره في السوق. قلت له فلوسك متنطوره في السوق؟ قال لي فلوسي كلها في السوق، لما تيجي عندي هلبسك الدهب من هنا لهنا، وبصي وفلوس في البنك وهخليكي مفيش زي. المهم واحده جارتنا قالت لي والله العظيم دي الفرصه بتيجي مره واحده. قلت لها مش عايزه اتجوز عشان ولادي. قالت لي مالكيش دعوه بولادك، اذا كان هو اصلا ولادك هيتستروا معاك. المهم جيت اتجوزت، ولا انا معايا سماح ومعايا مصطفى ومش عارفه معايا جنى، عديلي 3 مش اكتر من كده. رحت لقيت 8 عيال غير اللي امهاتهم واخداهم، يعني غير واحده معمها 3 حريم ماشيين ب3 عيال بنات، اللي بتجيب ولد بتقعد واللي بتجيب بنت بتمشي. شيء لم يصدقه عقل. هو كده. المهم قلت طب انا خلاص انا جاي، يعني انا عرفت الموضوع ده تاني يوم ايه ما اتجوزت. المهم يوم ما كنت داخله الشقه، قلت له الشقه دي في ريحتها ست ماشيه منها، دي مش شقه يعني شقه، يعني زي ما اكون انا دخلت اهو في ست تانيه طلعت وفي ستات تانيه ايه طلعت. قال لي لا ومش المهم تاني يوم حكى لي كل حاجه، ان هو كان متجوز اكتر من واحده متجوز وعنده 12 وكذا وانت هتراعي ربنا فيهم وكده. قلت له كنت قول لي وانا عندي حره الاختيار اقبل او ارفض، بس انا خلاص بقيت قدام امر واقع. عملتي ايه بقى؟ عشت بقى. جبتي بنت ولا واد؟ جبتي واد. عشت بعد 8 شهور او 9 شهور بالظبط يا رب سنه، كنت حملت في البت تيتا الصغيره دي وجبتها. اول ما عرف ان انا بطن بنت بدات المعامله تتغير ومعامله اهله. هو ليه بص امه وابوه واخته ال3 دول ممكن يكون هو كويس شويه، بس ال3 دول اللي ماشيين. يعني بص لدرجه في كلام خارج مش محروجه اقوله بصراحه. وطلقك بسبب البنت؟ لدرجه البرشام منع الحمل ابوه اللي يديهولش، لدرجه الحقنه اللي بروح اخدها في الصحه بتاعت منع الحمل ابوه يقول لي بتتاخد يقوم روح خديها، تخلفيش تاني مادام جبت لنا ايه؟ بنت. جبت لنا بنت. المعامله بدات تتغير، بقيت انزل انضف للباقي، بقيت انزل مش عارف ايه. فجاه ببص لقيت الواد ابن مصطفى جاي لي قال لي انتي اقول لك يا ماما والتانيه بقول لها يا اماه. بقول له يعني ايه اماه دي؟ قال لي بابا اتجوز واحده تانيه بنقول لها يا اماه بعدك عشان هتجيب لنا ولد. بعدك؟ ايوه. وانت على ذمته؟ وانا على ذمته من غير معاه عشان يجيب الواد. عشان يجيب الواد، وما جابش واد وربنا كسفه برضه. يعني كل ما يخلف واحده يجيب واد يجيب بنت انت معاه بدل البنت توائم. واتجوز 7 ستات. اقسم بالله ما بكذب ولا بمثل ولا بقول يعني كلام مش موجود. يعني كده كام واحده ست؟ هو حاليا دلوقتي متجوز 7 أو 8. ما تعرفيش ايه بقى بعد ما انا اتطلقت منه معاه كام عيل؟ معاه 8 عيال غير بنتي 9 غير بنتين تانيين يجي 12 عيل. انا مش عارفه